ازيكم يا جماعة؟ معاكم ميرو في قناتي اللي بناخد فيها جولة كل مرة في عالم الجرائم الغامضة. قصص ساعات تحس إنها طالعة من فيلم رعب، بس صدقوني كلها حقيقية. كل حلقة هنا هنفتح ملف جديد ونتكلم عن تفاصيل هتخليكوا تعيدوا التفكير في الدنيا والناس اللي حوالينا. لو انت بتحب الغموض والتشويق يبقى انت في المكان الصح. تخيل معايا كده إنك قاعد في بيتك، حياتك عادية، راجل معروف، ليك سمعة كويسة، أب، موظف حكومي، محدش يشك فيك ولا ثانية. وفجأة حد يخبط على بابك، مش علشان شغل ولا علشان مشكلة بسيطة، لكن علشان يقولك جملة واحدة تقلب حياتك للأبد. أنت متهم بجريمة بشعة. أنت واقف مصدوم، بتضحك من غير صوت وبتقول أكيد في غلطة، أنا عمري ما عملت كده. بس الغريب إن اللي قدامك مش مقتنع، والأغرب إن اللي بيتهمك مش غريب، دي بناتك. بناتك اللي ربيتهم، اللي كنت فاكر إنك حميتهم. بيقولوا إنك عملت جرايم، حاجات عمرك ما تخيلت إن اسمك يتحط جنبها. اسمك بول إنجرام، المكان أمريكا، والسنة التمانينات. بول راجل متدين، هادي، ملتزم، شغال في منصب حكومي، والناس كلها شايفاه الرجل المثالي. يعني لو في حد آخر واحد يتشك فيه يبقى هو. بس من اللحظة اللي التحقيق بدأ فيها كل حاجة اتقلبت. الشرطة بتسألك، المحققين يضغطوا، الأسئلة تتكرر، نفس السؤال مرة ورا مرة. فاكر؟ مش معقول تكون نسيت. جايز حصل وانت مش واخد بالك. وانت بتقول الحقيقة، أنا مش فاكر حاجة. لكن مع الوقت الضغط يزيد، الشك يدخل دماغك، وتبدأ تسأل نفسك، هو أنا ممكن أكون عملت كده فعلا ومش فاكر؟ وهنا الرعب الحقيقي بيبدأ. بول ما كانش بيمثل، ما كانش بيخطط، ده راجل بجد بدأ يشك في عقله. وفجأة اللي كان بينكر ابتدى يعترف بتفاصيل، يعترف بحاجات ما كانش فاكرها من شوية. والصدمة إن الاعترافات دي كانت بتطلع مش من ذاكرته، لكن من اللي اتزرع جواه. القصة دي مش عن مجرم ولا عن تحقيق عادي، دي قصة عن عقل إنسان اتلعب بيه لحد ما صدق إنه عمل جريمة هو نفسه مش فاكرها. قصة مرعبة بتخليك تسأل، هل ذاكرتنا ممكن تخننا؟ وهل الاعتراف دايما دليل؟ ولو أقنعوك كفاية ممكن تعترف بحاجة ما حصلتش؟ القصة دي اسمها بول إنجرام كيس، واحدة من أخطر القضايا اللي كشفت معنى False Memory Syndrome، الذكريات المزيفة. واللي جاي هيخليك تشك في عقلك نفسه. القصة دي ما بدأتش بجريمة ولا ببلاغ ولا حتى بصرخة. القصة بدأت في بيت هادي في ولاية واشنطن، أمريكا. بيت شكله من بره طبيعي جدا، بيت راجل اسمه بول إنجرام. بول كان أب وزوج وموظف حكومي في لجنة السلامة العامة. راجل معروف وسط الناس إنه هادي، ملتزم، متدين، بيحضر الكنيسة وسمعته نظيفة. يعني لو عملوا تصويت مين آخر واحد ممكن يعمل جريمة، اسم بول هيطلع في الآخر خالص. بول نفسه كان شايف نفسه كده، راجل عادي، عنده بنات، بيصحى الصبح يروح شغله، يرجع البيت، يشرب قهوته، ينام. ولا في يوم من الأيام خطر في باله إن حياته ممكن تتقلب بسبب سؤال واحد بس: فاكر عملت إيه مع بناتك؟ اليوم ده ما كانش مختلف عن أي يوم. بول رايح شغله، لكن فجأة
يطلب منه يجي اجتماع مهم. يدخل المكتب، يقعد، يلاقي قدامه محققين. مش اجتماع شغل، تحقيق. بول اتلخبط، ضحك وهو متوتر. تحقيق؟ في ايه؟ المحقق بصله وقال جملة تقيلة: انت متهم بالاعتداء على بناتك. الجملة وقعت زي الطوبة على دماغه. بول سكت، مش علشان مذنب، لكن علشان مش فاهم. ايه؟ ده مستحيل، عمري ما عملت كده. المحققين ما كانوش بيزعقوا ولا بيهددوا، كانوا هاديين زيادة عن اللزوم. وده أخطر بكتير، قالوا له إن بناتهم نفسهم هم اللي قالوا الكلام ده. وهنا بول حس بحاجة بتتكسر جواه. إزاي بناتي يقولوا كده؟ إزاي يتهموني بحاجة عمري حتى ما فكرت فيها؟ بول كان واثق في نفسه، واثق في ذاكرته، واثق إنه بريء. قالها بوضوح: أنا مش فاكر أي حاجة من اللي بتقولوها دي، علشان ما حصلتش. لكن هنا اللعبة الحقيقية بدأت. المحققين ما قالوش خلاص طالما مش فاكر يبقى بريء، لا، قالوا له في حالات كتير قوي الناس بتنسى الحاجات الصدمة، العقل بيقفل، ده اسمه كبت. بول سمع الكلمة وحسها منطقية غصب عنه. يعني ايه؟ يعني ممكن أكون عملت حاجة بشعة وعقلي مسحها؟ الفكرة دخلت دماغه زي سم بطيء. المحققين كرروا الأسئلة، نفس السؤال بنفس النبرة كل مرة: حاول تفتكر، ركز، متأكد ما حصلش. بول كل مرة يقول مش فاكر، لكنهم كانوا يردوا عدم التذكر مش نفي. وهنا الثكة بدأت تهتز. بول بدأ يرجع البيت وهو مش مرتاح، يبص في وش بناته ومش فاهم هل هم بيكذبوا ولا متلخبطين ولا هو اللي ناسي. بالليل وهو نايم السؤال يفضل يلف في دماغه: هو أنا ممكن أكون عملت كده ومش فاكر؟ ومع كل تحقيق الضغط يزيد، الحديث يبقى أطول، التفاصيل أكتر. وكل مرة المحققين يحكوا له سيناريوهات، مش بيقولوا له أنت عملت كذا، لأ، بيقولوا له تفتكر ممكن يكون حصل كذا، جايز حصل وانت مش واخد بالك. والعقل بيبدأ يكمل لوحده. بول ابتدى يشك، مش في الاتهام لكن في نفسه، وده أخطر مكان توصل له. هنا كانت البداية، مش بداية اعتراف، لكن بداية كسر الثقة بين الإنسان وعقله، واللي جاي هيكون أسوأ. بعد أول التحقيقات بول ما بقاش زي الأول. مشيت حياته، بس عقله لأ. بقى كل يوم يصحى وفي دماغه سؤال واحد بس: هو أنا فعلا ناسي؟ المحققين ما سابوش الموضوع يبرد، كانوا يستدعوه تاني وتالت ورابع، كل مرة بنفس الهدوء المرعب. مفيش اتهام مباشر، مفيش تهديد، بس إصرار. بول كان فاكر إن طالما مفيش دليل يبقى الموضوع هيقف، لكن الحقيقة الدليل ما كانش مطلوب، الذاكرة هي اللي كانت مطلوبة. في جلسة من الجلسات محقق قال له جملة غيرت كل حاجة: بص يا بول، إحنا مش بنقول إنك وحش، إحنا بنقول إنك ممكن تكون عملت حاجات وإنت مش واعي بيها. الجملة دخلت دماغه وما خرجتش. يعني إيه؟ يعني ممكن أكون مجرم من غير ما أحس، من غير ما أفتكر. بول كان متدين وبيصدق الكلام ده، خصوصاً لما يجي من ناس سلطة. ابتدوا يطلبوا منه يكتب مذكرات، يقعد لوحده يفتكر أي حاجة غريبة حتى لو إحساس. قالوا له مش لازم صورة واضحة، إحساس، لمحة، حاجة عابرة. وبالفعل بدأت تجيله مشاهد، مش ذكريات حقيقية لكن خيال اتكون من كتر الكلام. في مرة قالهم حاسس إني ممكن أكون كنت قريب زيادة. المحققين مسكوا الكلمة وكبروها. قريب إزاي؟ في أوضة؟ بالليل؟ كل سؤال كان بيضيف طبقة جديدة على قصة لسه بتتخلق. بول خرج من الجلسة دي مرعوب من نفسه. رجع البيت، قعد في أوضته وبيعيط، مش علشان فاكر لكن علشان خايف يكون ناسي. وهنا دخل عامل أخطر: الدين. بول كان بيؤمن إن الإنسان ممكن يخطئ وما يعترفش حتى لنفسه. المحققين لعبوا على الحتة دي، قالوا له إن الاعتراف هو طريق الخلاص، إنكار الذنب ممكن يكون من الشيطان. وبول
ابتدى يحس بالذنب من غير جريمة. بعد أسابيع قال جملة غيرت مسار القضية كلها: أنا مش متأكد، بس ممكن يكون حصل. الجملة دي بالنسبة للمحققين كانت كنز. من هنا ابتدوا يطلبوا تفاصيل. بول كان يقول مش فاكر، يردوا تخيل، وهنا الخيال لبس لبس الذكريات. بول ابتدى يحكي مشاهد مش متأكد منها، لكن كل مرة المحققين يقولوا أيوة كده، ده اللي كنا مستنيينه. التشجيع خلى القصص تكبر، تبقى أوضح، أكتر عنف، أكتر رعب، وبول كل ما يحكي يحس إنه بيغوص أكتر. الغريب إن بناته نفسهم ما كانوش بيأكدوا التفاصيل دي، بس ده ما كانش مهم. المهم إن بول ابتدى يصدق نفسه، وفي لحظة ضعف وقع على اعتراف، مش لأنه متأكد، لكن لأنه تعبان، مكسور، وحاسس إن يمكن ده الحقيقي. وهنا القضية خرجت من كونها اتهام ودخلت مرحلة أخطر. راجل بيعترف بجريمة لسه مش فاكرها، واللي جاي هيكشف حاجة مرعبة: إن الذاكرة ممكن تتصنع. بعد الاعترافات القضية ما خلصتش، بالعكس دي سخنت أكتر. الاعترافات كانت صادمة، تفاصيل تقيلة، لكن فيها حاجة غريبة، حاجة مش راكبة. ناس في النيابة ابتدوا يحسوا إن في مشكلة. إزاي راجل يعترف بحاجات بشعة ومفيش ولا دليل مادي واحد؟ لا آثار، لا شهود، لا تقارير طبية مؤكدة. الشك بدأ يكبر، وهنا دخل عنصر جديد على الخط: الخبراء النفسيين. القضية تحولت من جريمة لسؤال مرعب: هل ممكن الذاكرة تتزرع؟ الدفاع قرر يستعين بعلماء نفس متخصصين في حاجة اسمها False Memory Syndrome، متلازمة الذكريات الزائفة. العلماء لما قعدوا مع بول لاحظوا حاجة خطيرة جداً. بول ما كانش بيحكي ذكريات ثابتة، كان بيحكي قصص بتتغير من جلسة للتانية. مرة يقول حاسس، مرة يقول يمكن، مرة يقول مش متأكد. اللغة نفسها كانت لغة شك، مش لغة ذاكرة حقيقية. ابتدوا يسألوه أسئلة مباشرة: أنت شفت بعينك؟ ولا حد قالك تتخيل؟ بول سكت، والأول مرة قال جملة قلبت الترابيزة: أنا معرفش إيه اللي افتكرته لوحدي وإيه اللي اتقالي. الجملة دي كانت اعتراف تاني، بس المرة دي ببراءة. العلماء شرحوا للمحكمة إزاي التحقيقات المطولة والضغط النفسي والأسئلة الموجهة بتخلق ذكريات مش حقيقية. قالوا إن العقل لما يتحط في وضع اتهام لفترة طويلة بيبدأ يدور على إجادة حتى لو اخترعها. المدهش إن بول نفسه كان مقتنع إن اللي بيقوله صح، مش بيمثل، مش بيكذب، وده أخطر نوع من الاعترافات. في جلسات علنية العلماء وروا إزاي نفس الأسلوب اتطبق قبل كده في قضايا تانية وانتهى ببراءة المتهمين. الضغط الديني والأخلاقي كان عامل أساسي. بول كان شايف نفسه إنسان ممكن يغلط حتى لو مش فاكر، وده خلى عقله يسلم. المحكمة بدأت تفهم إن اللي حصل مش جريمة عادية، دي تجربة نفسية اتعملت من غير قصد على بني آدم. والأغرب إن بعض المحققين كانوا فاكرين إنهم بيعملوا الصح، مش تعذيب ولا تهديد، بس تكرار، إلحاح وتوجيه خفي. وفي اللحظة دي القضية خرجت من كونها قضية بول إنجرام وبقت قضية نظام كامل، نظام بيصدق الاعتراف أكتر من الحقيقة. والسؤال اللي فضل معلق: لو بول اعترف وهو مش فاكر، كام واحد تاني اعترف وما كانش بريء؟ واللي جاي هيقلب القصة كلها: لحظة المواجهة قدام المحكمة ولحظة انهيار القضية. وقت ما القضية دخلت قاعة المحكمة كل حاجة اتغيرت. الموضوع ما بقاش اتهام أب لبناته ولا اعترافات تقيلة. الموضوع بقى: هل نقدر نثق في الذاكرة؟ النيابة دخلت معتمدة على الورق، محاضر، تسجيلات اعتراف، كلام واضح، إمضى موجود. بالنسبة ليهم القضية محسومة. لكن الدفاع كان جاي بحاجة مختلفة، مش شاهد ولا دليل مادي، جاي بالعقل البشري نفسه. أول خبير نفساني طلع شرح للمحكمة إن اللي حصل مع بول اسمه memory contamination، تلوث الذاكرة. قال إن الاعترافات دي ما طلعتش فجأة، دي اتبنت حتة حتة
مع كل جلسة تحقيق. العجيب إنهم عرضوا تسجيلات لبول في أول التحقيق مقارنة بآخره. في الأول مش فاكر، مستحيل، ما حصلش. في الآخر تفاصيل، مشاهد، أوصاف. القاضي سأل سؤال بسيط بس قاتل: التفاصيل دي جت منين؟ ولا المحققين ولا النيابة عرفوا يجاوبوا إجابة مقنعة. المفاجأة الأكبر جت لما الدفاع طلب تجربة حية. خبير نفسي عمل اختبار قدام المحكمة على شخص عادي من غير أي تاريخ إجرامي. خلال جلسات قصيرة قدر يخليه يشك في ذكريات حصلت له فعلا. المحكمة سكتت. التجربة دي كانت ضربة قاضية. بعدها طلع خبير تاني وقال جملة اتسجلت في تاريخ القضية: بول إنجرام مش كذاب، بول إنجرام ضحية. النيابة حاولت ترجع تقول إن الاعتراف سيد الأدلة، لكن القاضي كان شايف حاجة تانية. شاف إن التحقيقات طولت زيادة، وإن الأسئلة كانت موجهة، وإن الضغط النفسي كان مستمر. شاف إن بول ما كانش بيدافع عن نفسه ولا بيكذب ولا بيحاول يهرب، كان بينهار. وفي لحظة القاعة كلها كانت ساكتة، والقاضي قال كلمته: الاعترافات غير موثوقة. القضية اتشقلبت، اتهامات سقطت، اعترافات اتلغت، والنظام نفسه اتحط تحت السؤال. بول خرج من المحكمة مش منتصر ولا فرحان، خرج تايه. راجل اتقال له طول شهور إنه مجرم، وفجأة اتقال له إنه ضحية. والأصعب إن بناته فضلوا عايشين وسط شك وألم ملهوش إجابة سهلة. القضية انتهت قانونياً، لكن نفسياً لسه. واللي جاي هو آخر فصل في الحكاية. إزاي القصة خلصت، وإيه اللي حصل لبول بعد ما الستارة نزلت. بعد ما المحكمة قالت كلمتها، القضية رسمياً خلصت، لكن حياة بول ما رجعتش. بول خرج من الدايرة القانونية، بس دخل في دايرة أصعب: الوعي. فجأة بقى فاهم إن عقله لعب بيه، إنه سبق حاجات ما حصلتش، واعترف بحاجات ما يفتكرهاش ولا عاشها. وده كان تقيل قوي. بول دخل مرحلة اكتئاب شديدة. الناس كانت شايفاه يا إما مجرم سابق يا إما راجل ضعيف، ولا الاتنين كانوا مريحين. الخبراء النفسيين استمروا يتكلموا عن قضيته سنين بعدها. القضية اتحولت لدراسة أساسية في علم النفس الجنائي. اسمه بول إنجرام بقى بيتقال في الجامعات وفي الأبحاث كمثال مرعب على إزاي الذاكرة ممكن تتصنع. لكن بالنسبة لبول ده ما كانش علم، ده كان حياته. بناته فضلوا بعيد عنه، العلاقة اتكسرت وما تصلحتش بالكامل. بول نفسه اتكلم بعد كده وقال إنه كان حاسس إنه اتمسح واتكتب من جديد. قال جملة مشهورة: أنا اعترفت علشان كنت فاكر إن ده الصح، مش علشان كنت فاكر إنه حصل. القضية دي خلت الشرطة الأمريكية تراجع أساليب تحقيق كتير، مش رسمياً في كل الولايات بس عملياً. اتمنعت بعض طرق الضغط النفسي الطويل، وبقى في حذر أكبر في التعامل مع الاعترافات من غير أدلة مادية. لكن الضرر كان حصل. بول عاش باقي حياته بعيد عن الأضواء. راجل اتحول فجأة من موظف عادي لمثال عالمي على خطر الثقة العمياء. القصة ما انتهتش ببراءة منتصرة ولا عقاب مجرم، انتهت بسؤال مفتوح: لو عقلك يقدر يخترع ماضي ويقنعك بيه، ايه اللي يضمن ان اللي فاكره دلوقتي حقيقي؟ قضية بول إنجرام مش بس عن بصوا، قضية بول إنجرام مش قصة جريمة عادية، ولا لغز اختفاء، ولا قاتل متسلسل. دي قصة عن العقل البشري لما يتحاصر. أنا من وجهة نظري شايفة إن أخطر حاجة في القصة مش الاعتراف ولا التحقيق ولا حتى الاتهامات. أخطر حاجة إن بول كان صادق. أيوة، صادق. ما كانش بيكذب، ما كانش بيحاول يهرب، ما كانش بيمثل. كان مؤمن إن ممكن يكون عمل حاجات ومش فاكرها، وده يخوف. إحنا دايما فاكرين إن الاعتراف دليل، إن اللي يعترف يبقى أكيد عمل. بس القضية دي كسرت القاعدة دي. بول اتعرض لضغط نفسي مش عنيف بس طويل، ضغط هادي بس مستمر. والنوع ده من الضغط بيكسر الإنسان من غير ما يحس. المحققين ما ضربوش، ما هددوش، ما شتموش، بس فضلوا يسألوا ويشككوا ويعيدوا لحد ما الشك دخل دماغه.
وهنا أنا شايفة إن النظام كله غلط. لما تحط بني آدم في قعدة تحقيق بالساعات وتقول له ممكن تكون عملت ومش فاكر، وتكررها وتكررها وتكررها، العقل بيعمل إيه؟ بيستسلم. بول كان متدين، وده خلى ضميره يشتغل ضده. بدل ما يحميه خلى يشك في نفسه. أنا مقتنعة إن لو بول ما كانش شخص مسالم ومتدين كان يمكن قاوم أكتر، بس هو كان بيؤمن إن الاعتراف طريق الخلاص، وده استغلال حتى لو من غير قصد. اللي حصل مش مؤامرة ولا شر مطلق، لكن جهل بقوة النفس البشرية. القضية دي بتقول لنا إن الذاكرة مش تسجيل كاميرا، الذاكرة بتتلون، بتتشكل، بتتأثر بالكلام وبالسلطة وبالخوف. وأكتر حاجة مرعبة إن بول فضل شاكك حتى بعد البراءة. يعني إيه؟ يعني حتى لما العلم قال أنت ضحية، هو لسه جواه صوت بيقول طب يمكن. وده أكبر خراب نفسي. من رأيي القضية دي لازم تتدرس، مش بس لرجال الشرطة لكن لكل إنسان، علشان نفهم إن العقل مش دايما في صفنا، وإن الثقة العمياء في أي سلطة ممكن تدمر حياة. بول إنجرام مش بطل ولا مجرم، بول إنجرام إنسان اتحط في موقف ما كانش مستعد له ولا فهمه، وفي الآخر دفع الثمن، سمعته وحياته وعلاقته ببناته. القصة دي بتفكرني إن العدالة مش بس قوانين، العدالة فهم نفس الإنسان. ولو ده ما حصلش هنفضل نشوف ناس بتعترف بحاجات ما عملتهاش وتمشي مكسورة طول عمرها. وده رأيي، أنت رأيك إيه؟ في آخر القصة دي مش هقولك إن الشر اتعاقب، ولا إن العدل انتصر، ولا إن كل حاجة رجعت تمام. لأ، الحقيقة إن في حاجات ما بترجعش زي ما كانت. بول إنجرام طلع من القضية مش مذنب، بس مش سليم. طلع فاهم إن الإنسان ممكن يخون نفسه من غير ما يقصد. وإحنا بقى المفروض نتعلم. أول نصيحة وأهم نصيحة: ما تثقش في ذاكرتك ثقة عمياء. مش معنى إنك حاسس بحاجة إنها حصلت، ومش معنى إن فكرة جت في دماغك إنها حقيقة. العقل بيغلط، وبيغلط جامد. تاني نصيحة: أي اعتراف من غير دليل شكك فيه. الكلام سهل، الدموع سهلة، الانهيار سهل، لكن الحقيقة لازم يكون ليها أثر، مش بس كلام. تالت نصيحة: الضغط النفسي مش دايما صريخ وضرب. أحيانا الضغط كلمة تتقال بهدوء بس تتكرر لحد ما تكسر. لو حسيت إن حد بيشككك في نفسك لفترة طويلة، وقفت قدامه وما سبتش نفسك. رابع نصيحة: الدين أو الأخلاق عمرهم ما يكونوا سلاح ضد الإنسان. الاعتراف لازم يطلع من يقين، مش من خوف ولا من إحساس بالذنب ملوش أساس. الضمير مش دايما دليل، أحيانا بيكون فخ. خامس نصيحة، ودي للناس كلها: لو دخلت تحقيق ما تبقاش لوحدك. محامي، دعم نفسي، حد يسمع لك. الوحدة أخطر من الاتهام. قضية بول إنجرام بتقول لنا إن العدالة مش بس محكمة، العدالة فهم الإنسان قبل ما نحاسبه. واللي يخوف أكتر إن اللي حصل مع بول ممكن يحصل لأي حد، ليك وليكي وليا، ولأي بني آدم اتحط في موقف ما كانش مستعد له. علشان كده وأنا بقفل القصة دي مش عايزة منك غير حاجة واحدة: ما تسمعش لأي صوت يحاول يقنعك إنك وحش من غير دليل، وما تسيبش حد يكتب ماضيك نيابة عنك. الذاكرة مش قاضي، والاعتراف مش دايما حقيقة، والصمت أحيانا أنقد من 1000 كلمة غلط. لو القصة دي لمستك أو خوفتك أو خلتك تفكر، فده معناه إنها وصلت. ولو حابب تشوف قضايا تانية أغرب وأعمق وأقرب للنفس البشرية، اعمل لايك واشترك في القناة، علشان اللي جاي مش أقل صدمة، وإحنا لسه ما خلصناش حكايات العقل البشري.